ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في صوت أهلاوي، حلقة جديدة وتفاصيل جديدة بإذن الله. يعني بعد فوز النادي الأهلي على إيجل نوار بهدف أحرزه عمر كمال عبد الواحد في مرحلة من المراحل أثناء المباراة، بعض جمهور النادي الأهلي قلق من النتيجة، قلق من سير المباراة، قلق من مستوى بعض اللاعبين، قلق من يعني المدير الفني. كلها امور هنتكلم فيها ونتكلم فيها بعقل وبمنطق. يمكن ده اللي خلاني استنى شويه بعد المباراه، اشم نفسي، اقيم الاجواء واحده واحده كده، واقيم القصه واحده واحده. اولا، حكم فاشل عيسى سي. المفروض ان ده حكم دولي، حكم فاشل بمعنى الكلمه. يعني مش ممكن طرد عجيب وغريب الشكل ان حد يتخيل ان في حكم من الممكن ان ياكلها بالشكل ده، خاصة ان المفروض لما يكون في حكم عارف ان الادوار الاقصائية اللي عندنا دي او الادوار اللي موجودة، الادوار الاولى هي ادوار ما فيهاش فار. فخلاص طالما انت ما عندكش فار وما عندكش فرصة ان انت تراجع قراراتك، يبقى انت لازم تبقى صاحي وفايق وشايف الواقعة، خاصة لو كانت واقعة تأديبية، واقعة ضرب بالكوع، ضرب من غير كورة، واقعة هرس الرجل، اي حاجة وانت ما عندكش فار، لابد انك تاخد بالك من الكلام ده. وهنا برضو بنقول الاتحاد الافريقي الفاشل، اتحاد افريقي فاشل، لان مش ممكن ان كان من الممكن ان انت تقابل فريق غير ايجي النور. يعني مثلا النهارده لو الاهلي بيقابل فريق اتقل من كده واقوى من كده، وهبقى معاك ان النادي الاهلي هينزل بالقوه الاساسيه والقوه الضربه، وفي اول 10 وانا كسبان 1-0 بره، وفي اول 10 دقائق اتطرد مني المهاجم بتاعي الاساسي وانا بلعب فرقه تقيله، ممكن اتاثر، ممكن اي فريق قوي يتعبني. من الممكن ان النهارده كان يخرج الاهلي بسبب خطا ساذج من حكم المفروض كان يبقى في الادوار الاقصائيه دي فار. ولكن انت هتفضل تتكلم لحد امتى مع اتحاد افريقي فاشل مش عايز يطور من نفسه؟ ده بالنسبه للحكم الفاشل اللي كان موجود النهارده، والمفروض كان يبقى فيه حاجات او في اعتناء اكتر من كده بكتير. حقيقة أنا زعلان إن الراجل يسترو النهارده حساباته قبل المباراة اتلخبطت في أول 10 دقايق. الراجل نازل بفرقة كلها ما لعبتش مع بعضها، سواء من أول حارس المرمى لحد الهجوم. بتتكلم في مصطفى شوبير، أحمد رمضان بكم، ياسين مرعي، عمر كمال عبد الواحد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد علي بن رمضان، ديانج، كله، طاهر عبد القادر، جراديشار، كله يعتبر ما لعبش مع بعضه، وتشكيله عجيبه وغريبه الشكل. ولكن هو الراجل عايز يعمل ايه؟ كلنا شفناه، الراجل عايز يعمل روتيشن، كسبان 1-0 في مباراه الذهاب، فمن الطبيعي والمنطقي في ظل ضغط المباريات، وخد بالك الموضوع مش صدفه، الموضوع واضح جدا وقايلين عليه، والمتابع صوت اهلاوي هنا هيلاقينا ان احنا قايلين على الموضوع ده، ان الراجل عايز يريح اللعيبه عشان قياسات الجي بي اس عامله مشكله كبيره جدا لعده لاعبين. ياسر ابراهيم كان عنده مشكله، زيزو كان عنده مشكله، بن شرقي كان عنده مشكله، تريزيجيه كان عنده مشكله. المشكله في ايه؟ ان القياسات عامله زي قريب من الاحمر، وبالتالي انت لو فضلت مصمم ان اللعيبه تلعب في مباريات زي كده هتفقدها في مباريات بطوله، تفقدها زي مباراه السوبر، المباريات المهمه، سواء هتلعب مع سيراميكا او تلعب مع الفايز من الزمالك او بيراميدز، فانت كنت هتلاقي فيه مشكله. فالراجل عايز يلعب بايه؟ عايز يلعب بالعناصر المتاحه، وهو يحافظ على الفرقه بتاعته، ونزل بتشكيله، على فكره تشكيله سهل جدا انه تكسب ايجي النور، والراجل كان عايز يطبق تفكيره وانه يضيق المساحات ويلعب كوره ومش عارف مين وبتاع، فاطرد منه المهاجم الاساسي بتاعه. هنيجي لازمه الهجوم وهنتكلم فيها. وبالتالي ان الوضع اللي بكلمك عليه هنا كان دور برضه لعيبه النادي الاهلي، اللعيبه اللي عايزه
تبرز امكانياتها، وهنا نتكلم عن المكاسب ونتكلم عن السلبيات. اولا حتى لو انت مطرود منك لعيبه او لعيب في الشوط الاولاني، الامكانيات المتوسطه بتاعه ايجي نوار وكفاحهم اللي كان شغال، انا كنت شايف ان برضو كان من الصعب تقبل انك تطلع 0-0 في الشوط الاولاني، لان اللعيبه اللي موجوده عندك هي كواليتي عالي. لو انا بتكلم عن احمد عبد القادر اللي بالمناسبه واحد من المكاسب انه بيستعيد ثقته في نفسه، انه بيحاول، انه بيحارب على فرصته، كان مكسب بالنسبه لي انه يكون موجود في الملعب. كان طاهر بيحاول، ولكن انا شايف ان طاهر المفروض يطلع منه اكتر من كده، احسن من كده. هيفضل بالنسبه لي انا قناعاتي دلوقتي ان لا، احمد رمضان كان بعيد عن مستوى الاهلي، بعيد عن ان يكون موجود كدكه في النادي الاهلي. حتى من وجهه نظر انا، هتيجي تقول لي عمل ما عملش، مش حاسه، عايز يكون اتقل من كده. الموضوع الثاني، لو انا بتكلم على نبيل كوكا، مش عارف، انا هفضل مقتنع باحمد نبيل كوكا 80 دقيقه ليه؟ انا هنا بتكلم بقى، الموضوع مش مستاهل من يسترب دلوقتي. يمكن انا بتكلم على سلبيات اهو، مش مستاهل من يسترب دلوقتي انك تبقى عارف ان اللعيب ده مش لعيب اهلي في باك الشمال، ان امكانيات الباك الشمال مش متوافقه معاه، ان المكان ده بيتم اختراقه حتى من ايجي نوار. يا جماعه، وجود احمد نبيل كوكا في المستقبل هو خطيئه بالمعنى الحرفي للكلمه لمده 80 دقيقه. 80 دقيقه وجود احمد نبيل كوكا في الباكش او يعني في الملعب عامه هي خطيئه، لان انا شفت منه حاجات كتير في اثناء الملعب صعب انك تتقبلها، حتى لو انت عدلت مكانه في وقت من الاوقات وجبت وسط الملعب ونزلت محمد شكري، اللي برضه هتكلم عن محمد شكري. عمر كمال عبد الواحد، الحسنه الوحيده اللي الواحد شافها وانه يستعيد ثقته ويستعيد جزء من مستواه هو الهدف. يعني هو ركز بشكل كبير في نقطه الهدف، انه يجيب الهدف، وانه كان متقدم والحمد لله انه سجل الهدف ده. ولكن في المجمل برضه يا جماعه لا، يعني باك يمين النادي الاهلي المفروض يطلع منه اكتر من كده، حتى ولو احتياطي. لازم يكون عنده امكانيات اكتر من كده. لو حسبنا الميس باص بتاع عمر كمال عبد الواحد كتير، بعيد قوي من زمان قوي، وحاسس ان جسمانه او بنيته البدنيه بعيده. انا مش عارف اللعيبه ليه مش واخده بالها ان هي بتلعب في النادي الاهلي؟ يعني ليه مش مركزه في النقطه دي؟ ليه مش واخده بالها ان انت لازم تهتم بامور كتيره، تهتم انك ترفع من مستواك البدني. يعني في الشوط الاولاني اقدر اقول الناس اللي لفتوا انتباهي هو مثلا مروان عطيه، ياسين مرعي، تقدر تتكلم عن اخيرا بن رمضان. وانا كنت امني النفس ان بن رمضان وهو في مركزه اللي موجود، اللي لعبه في ماتش النهارده، ان كان يبقى موجود معاه مهاجم في الشق الاولاني والفرقه تبقى كامله من ناحيه الهجوم. لان بن رمضان لما لعب لقدام ولعب على مهاجم عمل تمريره من التمريرات الحقيقيه اللي احنا بنتكلم عنها محمد علي بن رمضان، عن محمد علي بن رمضان. بن رمضان وظيفته الاساسيه وجاي للنادي الاهلي بشكل اساسي عشان الكرات اللي جه منها الهدف، حرفيا الكرات اللي جه منها الهدف. اما عن شوبير، انا مبسوط بشوبير في الكرات اللي اتيحت لمصطفى شوبير اثناء المباراه. اذا تقدر تقول المكاسب بالنسبه لي شوبير، ياسين مرعي، هدف عمر كمال عبد الواحد، محمد علي بن رمضان، بس مروان عطيه
بس الباقي لا. في ايه يا جماعه؟ طبعا انا اتكلمت عن احمد عبد القادر في الاول، احمد عبد القادر طبعا ومحاولات احمد عبد القادر وديانج في مكانه ده، بس برضه هيفضل بالنسبه لي اليو ديانج لوبز. الناس بتقول لي ديانج اللهم صل على سيدنا النبي وعلى كامل النور. ديانج وشه للملعب ياخد الكرة اسد، روان اسد زي الفل 100 قدام الجون، عند الفينش قطه ابيض، اجري اقطع الكوره اخد الكوره اوصل منطقه الجزاء اتخض، يا ساتر يا رب في ايه يا عم ديانج؟ اصل شفت الجول. مالك لو شفت؟ يحصل ايه لو شفت الجول يعني؟ يحصل ايه؟ ما بيفنش. الحاجه الاخيره بالنسبه له صعبه وصعبه جدا كمان. اذا النهارده مكاسب ان عرفت المستوى بتاع البودلة بتاعي، لابد اني اشتغل عليه فنيا كتير جدا. ولكن انا مش مع النبره التشاؤميه اللي الناس شغاله، لان بدات اشوف الناس تقول لك ايه يا عم يستر، مدرب تعبان. ليه يا عم تعبان ليه؟ بس تعبان. قلت هو انت لسه شفت حاجه اصلا؟ الراجل لسه فعلا محتاج وقته. الراجل لسه محتاج وقته عشان يشوف او تشوف لمساته في الفريق. الراجل ما لعبش غير ماتشين ايجي النوار وماتش الاتحاد السكندري. ما بالراحه يا اخوانا، في يا اخوانا، هو انتوا لسه عارفين كوره جديد؟ او انتوا لسه عايزين تعلمونا الكوره من اول وجديد؟ انا بشوف تعليقات بتخلي الواحد مخه يشت حقيقي. الراجل كمان النهارده لا لاعب زيزو ولا لاعب تريزيجيه، انا بتكلم في الاساسيين بقى، لا زيزو ولا تريزيجيه ولا بن شرقي. الفرقه اللي هو مثبتها وبيلعب عليها كفرقه حاضره هي فرقه كلها مش موجود، من اول حارس المرمى لحد ياسر ابراهيم اللي نزل. طبعا الراجل بعد كده هو على اثناء المباراه وشاف القصه، فبدا بقى يلحق نفسه بانه ينزل اشرف بن شرقي، ينزل ياسر ابراهيم، ينزل محمد شكري سرحان. انت شايف ده كده في العنوان، شكري سرحان. انت نازل انت نازل 12 او 13 دقيقه، انت نازل 12 او 13 دقيقه مكان المفروض باك شمال مكانك. حلو كده يا جماعه. اخر كوره او قبل الماتش ما يخلص ب3 4 دقائق، في مهاجم جه نط من كوره ميته، حرفيا كوره ميته. مهاجم نط من فوق شكري نطه بسيطه كده، وهوب رزع الكوره بدماغه، الكوره كانت جايه جول. دي بديهيات كوره، ان لما اكون عارف ان اخر لعيب في الملعب وظهري مش متامن ولسه نازل فريش بقالي 5 دقايق ولعيب يجي ينط من فوقي وكان هيجيب فيها جون، ده كارثه. انا ازاي لعيب قاعد على الدكه مش محضر نفسي ومش شغال على نفسي ان انا انزل اكون فارق مع الفرقه، والفرقه اصلا المفروض مطرود منها لعيب. دي ثقافه لعيب قاعد المفروض يكون عارف هو بيعمل ايه. ولازم اللعيبه وهي نازله يعني وهي بتلعب كبدلاء يبقوا عارفين ان هم يبقوا قاريين الملعب وشايفين الاجواء. فاتمنى اللعيبه، اتمنى ان شكري يجيب المستوى، ومش هنفضل لعيب كان مصاب 90 سنه نرجع في مستواه 90 سنه تانيين. لا، اللعيب اتنحرروا معانا كده وشدوا حيلكم كده واصحوا كده وركزوا. عندنا مباراه سوبر مع بيراميدز. انا بقى عندي لغز ابن 60 في 70 في 80 في 90 في 100. انا نفسي افهم، حرفيا نفسي افهم احنا دخلنا الموسم ازاي باتنين مهاجمين. انا داخل الموسم حسبي الله ونعم الوكيل، 2 مهاجمين. واحد كمان كنت فكرت بنسبه 70% ترجعه او ما ترجعوش، كان محمد شريف. انا ازاي كنت داخل الموسم كده؟ جراديشار ومحمد شريف ومفيش تاني. هتيجي تقول لي حمزه عبد الكريم،
الاجنده بتاعه منتخب الشباب وانه يلعب كاس عالم الانديه ومش عارف مين في التوقيتات دي معروفه. ومعروف كمان ان مش هعتمد على لعيب ناشئ، ومفيش حد بيجيب لعيبه ناشئين في الاهلي بيلعبهم اساسيين من اي وقت. يبقى انا كنت عايز اعرف ازاي انا داخل الموسم لحد يناير باتنين مهاجمين، منهم واحد مش باين عليه الانسجام اصلا هو جراديشار. يعني كل المديرين الفنيين المؤقتين وكل حاجه جم بيلعبوا محمد شريف اساسي على جراديشار. واحد كان يجي يقول لي يا عم انت فضلت تنادي عشان محمد شريف يجي، انا معاك يا عم ان انا غلطان. اهو محمد شريف ان انا كنت بنادي عشان يرجع ده، ريبيرو لعبه اساسي. اه والله. عماد النحاس لعبه اساسي، عادل مصطفى لعبه اساسي، يسترو لعبه اساسي، كل دول لعبوا اساسي من قله. تخيل انا لو كنت بقول لو انا وغيري، تخيل لو ده كمان ما كانش موجود، ما كانش هيبقى معاك غير مين؟ غير جراديشار. ما ده يبين لك كمان سوء مستوى جراديشار. تخيل ان جراديشار مش موجود معايا في اول ماتش مثلا دور المجموعات. اول ماتش دور المجموعات جميل، ومحمد شريف اتصاب، ما عنديش مهاجمين. فعشان كده احنا من الدروس اللي عندنا ان ده ما يتكررش تاني. لازم انت فرقه تقيله تبقى مأمن نفسك باتنين اقوياء على الناس دي. يعني انا عندي محمد شريف مثلا وعندي جراديشار، من وجهه نظري محمد شريف ده لعيب محلي تمام، حطه يا عم كلعيب ثالث مثلا. والمهاجم الفلسطيني اللي انت بتجيبه، مهاجم الفلسطيني انت هتجيبه، وكمان المهاجم الافريقي اللي انت هتجيبه. يعني على الاقل لازم لك 2 مهاجمين في يناير، على واحد معاك يبقى 3. واللي اتقال لي الحقيقه ان هي دي الاستراتيجيه اللي شغال عليها الكابتن سيد عبد الحفيظ، الراجل اللي شايف الخطأ اللي لازم اي حد يشوف، ان انت هتجيب مهاجم قوي وتقيل كاجنبي، هتحاول تجيب اسد الحملاوي، وكمان يبقى معاك مثلا محمد شريف ده اللعيب المحلي، ولو اتيح كمان انك تجيب حد من اللعيبه اللي موجوده، مش عايز ازود في الحته دي، من الوارد ووارد جدا. اذا انتقالات يناير بالنسبه لك في الهجوم ما فيهاش اي رفاهيه، ما عندكش رفاهيه خالص. يبقى الاجانب تاني اللي محل تقييم، ولا واحد من الناس شايف ان ديانج على الحال ده، على الوضع ده، يا عم يروح مطرح ما يروح بيراميدز، يروح مطرح ما يروح. هتيجي تقول لي ديانج رايح بيراميدز، يا عم ما مش عايز يجدد ومش عايز يبين كرامات اصلا معايا، وكل الاخطاء اللي بتتكرر بيكررها معايا، مش ممكن. حلو يا باشا، انا بقى مش في يناير هديه وهو دي بيراميدز يا باشا. كل اي عرض جالك، عرض من الوكره بيع، جالك عرض من السعوديه بيع. انت عايز اي حاجه تانية لازم تفضي مكان الاجنبي. اشرف دير لازم تفضي مكانه، اليو ديانج لازم تفضي مكانه، جراديشار لو جاله اي عرض من سلوفينيا، من اوكرانيا، من روسيا، من البلاد بتاعته، البلاد الحلوه الساقعه الجميله بتاعته دي، يتوكل على الله، يجيب فلوسه ويتوكل على الله، على طول. مش شبهنا، احنا عايزين على الافارقه، على الديابت على الدبابات، العيال بقى الدبابات اللي في افريقيا دي تلزمنا احنا، لا تلزمنا اللعيبه دي تلزمنا. فده اللي انت المفروض تشتغل عليه الفتره اللي جايه. كمان تشتغل على ظهير ايسر اجنبي، وانا متاكد من الجزئيه دي، وبتشتغل على مدافع اجنبي. اذا الاجانب المفروض جايين لك في الفتره اللي جايه ظهير ايسر اجنبي، مدافع قلب دفاع اجنبي بدل من اشرف داري،
مهاجم اجنبي، والثلاثه يكون معدل اصاباتهم قليل وقليل جدا جدا. هتيجي تقول لي مايري النادي الاهلي ما عندوش رفاهيه انه يستنى لحد، او اللي يفكر انه يفكر في لعيب جاي له نهايه السنه، عشان بس يا جماعه نقطع فرط الموضوع ده. انا عندي عدد اجانب وعايز اخلص من الاجانب الموجودين عندي، فانا مش هفضل مستني مايلي نهايه السنه عقبال ما اجيب يلعب معايا يكون عنده 33 سنه. فكل دي اوهام معروض من وكلاء اللاعبين، اوهام انا بقول لك، عروض من وكلاء اللاعبين. النادي الاهلي بيقول يا جماعه لو هو مخلص نفسه انا ما عنديش مشكله، وياخد فلوس زي فلوس الناس اللي موجودين معانا لو فاضل له مكان. الاهلي مش هيستنى حد الاهلي في يناير عنده حاجه ملحه لثلاثه اجانب اقوياء يدخلوا يشتغلوا بقوه في بطوله افريقيا، في دوري ابطال افريقيا. اعتقد ان الكلام واضح، مش محتاج تأويل. الكلام واضح مش محتاج اي تأويل على الاطلاق. بالمناسبة احنا خلصنا الجزئية دي، ولكن في جزئية تانية في منتهى الأهمية على النادي الأهلي انه يتدخل فيها، لأن جراديشار مش هيغيب. جراديشار مطلوب طرده مباشر، يعني ده هيغيب عنك حسب اللائحة بقى. شوف هيغيب عنك ادي اول ماتش وتاني ماتش، شوف هيبقى في دور المجموعات. لابد ان يكون في شكوى من النادي الاهلي للاتحاد الافريقي لكرة القدم، واحتجاج تشتكي الحكم 3 مباريات يا اخوانا، تشتكي الحكم وتشتكي الاتحاد الافريقي، وترفع تظلم ان انا اللعيب بتاعي هتحرم منه دون وجه حق. غلطة حكم لابد انه يتحاسب فيه، ومعلوماتي ان الاهلي هيعمل ده، ومش لازم انك تفوت ده، عشان الحكام لما تيجي تعرف ان انت ما بتسيبش حقك. ما ينفعش تسيب حقك عشان اللي جاي يكون خايف منك، وانك بتشتكي ما بتسكتش. تمام. الاقي بقى تعليقات غريبه يقول لك يعني هو جراديشار هيفرق معايا. الناس دي بتتكلم ازاي يا اخوانا؟ افهموا الكلام اللي الواحد بيقوله. لو فوتت حاجه زي كده الحكم هيجي لك في واحد يفرق معاك، والحكام هتستهفئك. انا مش عارف الناس يفكر ازاي. هو انت عندك اصلا مهاجم غيره؟ لازم انت تعدي مرحله مع الناس الفاسده اللي زي دي، او لما يحصل معاك حاجات فاسده زي كده ما تسكتش، انك لا تترفع وانك مش عارف. لا، كل الكلام ده لا، ما ينفعش، ما يعديش، لا يستقيم اصلا يعدي بالنسبه لك. المبدا مش مبدا هو اللعيب تقيل ولا مش تقيل، لا، لازم يبقى كده. من وجهه نظري هي مباراه فيها مكاسب كتير، ان الراجل يشوف المستوى بتاعنا ده ماشي، وانك تتصدى لاي اعلامي يقيم المدير الفني بتاعك. اي اعلامي حاطط المدير الفني بتاعك في طور التقييم قول له انت ما بتفهمش حاجه، انت بتهبد. المدير الفني اللي ما يكملش معاه شهر وبتتكلم عنه وعايزه يقلب الاجواء ويقلب الدنيا، قول له انت مغرض، قول له انت ايه، انت مغرض حرفيا. لا تقبل الشك او المواربه، انت اعلامي مغرض عايز الاهلي يقع، ما ملهاش حل. انا نفس الناس اللي زي كده، او جاهل، صح زي ما انتم بتقولوا كده، مغرض او جاهل، ولكن لا، هو مش جاهل، هو مغرض. هم اعلاميين مغرضين وعارفين كويس قوي هم عايزين ايه. مدير فني جاي في وسط موسم من غير الاعداد وعنده قايمه واقعه مدنيا
وعنده 7 ماتشات في 20 يوم، منهم اخرهم بطوله، في لعيبه مصابه ولعيبه موقوفه ولعيبه المفروض بيعمل لها روتيشن ولعيبه خط الجي بي اس بتاعها واصل النقطه الحمراء، بيقول لك اصل تورو انا قلقان منه. قلق في جنابك يا اخي. عارف يعني ايه؟ قلق في جنابك يا اخي. بيقول لك اصله على قده. عرفت منين يا عم؟ يا عم انا ما بقولكش على قده، لا على قده ولا هو خارق. انا بقول لسه بدري للحكم عليه، لسه بدري للحكم عليه. الموضوع خلصان. انا شايف انه كمان تفاعله على الخط مع اللعيبه، شدته للعيبه، كلامه مع اللعيبه في التدريبات، كل دي حاجات لازم انت تدافع فيها عن المدرب بتاعك وتقف في ظهره وتسانده وتدعمه. في يا جماعه انا بقيت احس ان الناس واقفه مستنيه اي مدير فني للنادي الاهلي. بقت كلها مديرين فنيين، بقت كلها لازم المدير الفني يقدم تيكي تاكا كل ماتش. بقى كلها بقى جوارديولا. اسمه مدرب الاهلي لازم يجي يلعب 6 فوتبول من اول يوم. في يا اخوانا، في يا اخوانا ما بالراحه. انا بقيت احس ان في حاجات غريبه بتحصل، وكوره غير الكوره اللي احنا اتربينا عليها وعرفناها. مش عارف. فيعني اتمنى ان الناس هدوء يا اخوانا، هدوء. انت كسبان، انت كسبان مش خسران.